هواية مرات نحتار شو نسوي غدا. اليوم جبت لكم وصفة بسيطة بس طعمها فاخر ويجنن. تمن زرشك ويا الدجاج. بالبداية عندي أفراد الدجاج، غسلتها كل زين ونقعتها بالخل والملح عم تذب الزفارة مالتها، خليتها بالجدر وبديت أسلقها. لما تفور خليت الكركم، خليت الهيل والغار والبصل وقشور الليمون، أنا أحب طعمها هيك يكون. وخليتها تنسلق ونصيتها وخبغتها. أما التمن فهو تمن أبيض عادي، بس مني أحطه شوية بدي فور خليت له هيل ضفت له وخاشوكتين ملح وصفيته ورجعته بالجذر وخليت له الزعفران. طبعا هنا الدجاج استوى عندي، شوف مثل ما تشوفون. فطلعت الدجاج على صفحة على المود يوشي من مات السوب على مود أقلي. هذا منظر الدجاج بعد السلق. لازم مو كلش تسلقوا، مع ما تقدرون تقلوه يتفتفت. على صفحة طاوة خليت زبد، طبعا أول شي درت للتمن زبد، ووراها طبعا الزراشك عندنا حمسته حمسة كلش خفيفة، وطعمه كلش طيب بحموضة نوعا ما، يعني ما يشبه الكشمش نهائيا. حمسته حمسة كلش خفيفة وطفيته. التمن بعد ما تهدر بديت أوزع الزعفران بهالشكل أقلبه ورجعت غطيته. أما الدجاج فقليته. إذا يعجبكم حطوه بالفرن أو تحطوه بالقلاية الهوائية أو خلوه مسلوق، شو ما يعجبكم انتو سوي. إن أنا بديت أصب التمن وزينته بالزرج، خليت كمية يعني مناسبة، يعني لا تكثرون، وصفطت عليه الدجاج المقلي. طبعا أنصحكم تسوون هاي الأكلة كلش هواية، لأن طيبة تجنن وما تاخذ من عندك هواية وقت، خاصة حتى لو تجي راجعة من الدوام مستعجلة يوم الجمعة، حتى الخطار تقدرين تقدميها. إذا عجبتكم هاي الوصفة لا تنسون الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس عم توصلكم كل شي جديد. باي باي.